السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين عاملين ايه؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة محمد هشام اركتكت، يا رب تكونوا كويسين. كان في حد سألني يا شباب في الفيديو اللي فات احنا ازاي نخلي برنامج دي 5 ريندر ان هو يبقى مرتبط او عامل عملية سينك ما بينه وما بين السكتش اب، بحيث ان انا لما اعدل حاجة في السكتش اب تظهر لي على طول في الدي 5 ريندر. تعالى الاول نشوف ازاي نحمل برنامج دي 5 ريندر وننزل البلجن بتاع السكتش اب عليه. يلا بينا. هنروح يا شباب عند جوجل ونكتب دي 5 ريندر، نكتب دي 5 ريندر. لما هنكتب هيطلع لنا الموقع الرسمي بتاع البرنامج، هنفتحه هيقول لي تراي دي 5 ريندر فور فري. تمام، وعندي هنا فوق فري داونلود، هنضغط على فري داونلود وهندوس هنا هيتحمل معايا البرنامج عادي جدا. وهنا بيقول لي كل البرامج اللي انا ممكن احول منها للدي 5 ريندر، فعندي 3 دي ماكس والسكتش اب والرانيو ارشيكاد الريفت سينما 4 دي وبلندر. بعد ما بحمله يا شباب البرنامج بينزل عندي بيكون بالشكل ده كده، بروح وبفتحه. فلما بيفتح عندي البرنامج بتبقى هي دي القائمة الرئيسية بتاعته. قبل اي حاجة يا شباب، لما انا عايز اكون اجيب الموديل بتاعي اللي انا شغاله واحطه في الدي 5 ريندر، ابقى باختصار ان انا هدوس اوبن وهروح ادور على فايل السكتش اب بتاعي وهعمل له امبورت. احنا في الاول عايزين ننزل البلجن اللي بيعمل عملية السينك ما بين السكتش اب والدي 5 ريندر، بحيث ان انا اعرف اشتغل في السكتش اب لما اعدل حاجه تتعدل على طول اوتوماتيك في برنامج دي 5 ريندر. فهنروح عند حاجه اسمها ورك فلو. الورك فلو ده يا شباب فيه كل البلجنز للبرامج اللي انا ممكن استعملها. فعندنا في 3 دي ماكس والريفت والارشيكاد والرونيو والسكتش اب. انا هنا اهو عندي كلمه اوبن فولدر، انا عشان انا محمل البلجن بتاعه فعشان كده بيقول لي اوبن فولدر، انما انت هيبقى ظاهر لك كده هنا اهو داونلود. هتدوس داونلود وتنزله، هتعمل هتسطب البرنامج عادي جدا، هتسطب قصدي البلجن عادي جدا مفيهوش مشاكل. واول ما هتسطبه وتدوس فينش هتروح رايح فاتح ملف السكتش اب بتاعك. اول ما هتفتح البرنامج يا شباب او فايل السكتش اب بتاعك هتلاقي ان في بلجنز عندك ظهرت مره فجاه مره واحده على الشاشه هنا اهو. هي مش هتكون في الشريط في التول بار اللي فوق، لا هتكون موجوده في المنطقه دي هنا اهو كده من الشاشه. هيطلع لك حاجتين، ده هم دول بالظبط، دي اشكالهم احفظهم كويس بحيث ان انت لما يطلعوا لك تبقى فاكرهم. هنشرحهم ان شاء الله بالتفصيل، ولكن الفيديو ده احنا بس عايزين نعرف ازاي نعمل عمليه اللينك ما بين السكتش اب والدي 5 ريندر. فمثلا يا شباب احنا طبعا فاتحين البرنامج بتاعنا، احنا هنا اهو فاتحين البرنامج بتاعنا مش مختارين اي حاجه، احنا بس فاتحين البرنامج وعندنا البلجن ظاهر اهو. هنيجي عند اول حاجه في البلجن هنا من اسمها يا شباب بيقول لي ان انا اعمل عمليه اتصال ما بينه وما بين الدي 5 ريندر. تمام، هروح ضاغط عليها. لو انا رحت بعد ما ضغطت عليها وفتحت برنامج الدي 5 ريندر هلاقي ان هو بيحمل وبيعمل لي عمليه امبورت للموديل بتاعي. زي ما انتم شايفين يا شباب الموديل بتاعي فتح على البرنامج دي 5 ريندر عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. نيجي لاهم حاجه عندنا وهي ان انا لو انا مثلا الحيطه دي جيت اديتها ماتيريال تاني غير الماتيريال اللي هي واخداه، بعد انا ما اكون مثلا رندرت عايز اغيره، مش هروح تاني واقعد اشتغل في الموديل وبعد كده من الموديل ادخل تاني ورندر واظبط الاعدادات بتاعتي تاني، تبقى عمليه مهلكه جدا وهتاخد وقت طويل. هنا بقى دي فايده اللينك، ان انا لو رحت ثانيه، لو انا جيت كده رحت مصغر ده، تمام، زي ما انتم شايفين يا شباب انا هتحرك دلوقتي في برنامج السكتش اب، وبصوا ورا في برنامج الدي 5 ريندر ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي بتحرك، الكاميرا بتتغير معايا زي ما انا عايز، بطلع قدام برجع ورا باجي يمين شمال، كل حاجة مظبوطة ومتلنك صح ومفيش أي حتى ديلي، ممكن يكون ديلي خفيف أوي يكاد لا يذكر. جيت اديت الحيطة دي ماتيريال مختلفة غيرها، يعني مثلا جيت اديت الحيطة دي كده، الحيطة اللي هو جنب الشباك جيت اديتها مثلا ولو يكن التبليطات دي، رحت اديتها التبليطات دي. طيب أنا اديتها التبليطات ما سمعتش معايا في البرنامج دي 5 ريندر لسه. ليه؟ لأن أنا بعد ما بخلص التعديل بتاعي باجي حاجة في البلجن اللي هو بتاع الدي 5 ريندر في حاجة اسمها ابديت، هدوس على كلمة ابديت هيحمل شوية. طيب هو كده عمل لي الابديت بتاعي والماتيريال هتظهر دلوقتي ثانية بالظبط كده زي ما انتم شايفين يا شباب. الماتيريال بتاعتي ظهرت اللي انا اديتها هنا في السكتش اب هي اللي معايا في دي 5 ريندر. برنامج دي 5 ريندر يا شباب برنامج حلو جدا، برنامج سريع جدا تقدر تطلع منه نتائج رهيبة في وقت قليل، وفي نفس الوقت برنامج ممتع ان انت تتعلم.
بس كده يا شباب، ده اللي كان عندنا النهارده في الفيديو. اتمنى الفيديو لو عجبكم متنساش انك تدوس لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفني تاني، وان شاء الله اللي جاي احسن. السلام عليكم.